بيبدأ المسلسل مع جيسو طالب متفوق جدا، دايما بيطلع من الأوائل على دفعته وهادي ومش بيحب المشاكل. المدرسين نفسهم شايفينه قدوة لباقي أصحابه. أهله تخلوا عنه وسابوه بسبب جشعهم للفلوس، وده خلاه يدخل في طريق غلط. عمل شبكة دعارة شغالة عن طريق برنامج على النت، ومشغل معاه واحد تاني عن بعد عشان يتدخل لو حد من العملاء دول حاول يأذي البنات. جيسو كان عنده هدف يجمع 90 مليون وون ويسيب الشغل ده خالص ويدخل الجامعة اللي بيحلم بيها ويعيش حياة طبيعية ويشتغل في شركة محترمة. بس ده طبعا ما بيبررش اللي بيعمله. في الوقت ده جيوري بنت جميلة مشهورة في المدرسة وشاطرة، بيشوفها جيسو وهي بتلعب كورة في الملعب وبيعجب بيها جدا. بعدها بيروح جيسو أوضة المدرسين وبيسلم النتيجة بتاعته للمدرس، بس المدرس بيسأله انت ليه موقع مكان باباك؟ فبيتوتر ومش بيرد. المدرس بيقول له ايه رأيك تنضم لنادي القضايا الاجتماعية؟ بس جيسو بيرفض لانه عايز يركز في دراسته ومش مهتم بالأنشطة. فبتدخل جيوري ونعرف انها الوحيدة اللي في نادي القضايا الاجتماعي. اول ما جيسو بيشوفها بيتوتر وبيقوم بيكون عايز يمشي، بس المدرس بيمسكه وبيجبره انه يساعدها في النادي. بيرجع جيسو البيت بعدها وبتبعت له جيوري رسالة عشان يتقابلوا ويتكلموا عن أنشطة النادي، فبيتوتر لانه مش عارف يلغي ميعاد الشغل ولا يقابلها. في الاخر بيقرر يوقف الشغل يومها ويبعت لزميله اللي شغال معاه ان اجازة بكرة. بيرتب ميعاد مع جيوري في كافيه، وتاني يوم بيطلع من الكرتونة اللي مخبي فيها الفلوس بتاعة شغله كل مليون وون ملفوفين لوحدهم، وبيطلع شوية عشان ميعاد الكافيه. بيروح الكافيه وجيوري تيجي بعده وتستغرب انه وصل بدري. بيدخلوا الكافيه وجيسو بيحاول يبان انه واثق من نفسه، بيطلب قهوة لأول مرة في حياته وهي بتطلب مشروبها المفضل. لما بتمد ايديها تدفع، جيسو بيمسك ايديها ويقول لها احنا ما عندناش بنات بتدفع هنا، بس وهو بيطلع الفلوس بتقع منه على الارض فبيتحرج جدا. بينزل يلمها بسرعة ويدفع الحساب. بتجيلها مكالمة، بتخرج ترد وتبص على جيسو من بعيد وهو بيشرب القهوة وبيعمل وشه غريب ويبقى رياكشنه غريب علشان طعمها مر. بترجع تظبط له القهوة علشان تبقى أحلى. بتسأله هو أنت أول مرة تيجي هنا؟ فبيتجاهل السؤال وبيسألها كنت بتكلمي مين؟ فبتقوله كنت بكلم ماما. بيحاول يكون لطيف ويسألها عن مامتها، فبتقوله كويسة. تسأله عن مامته، بيقول لها سابتني من أيام إعدادي. فبتضحك في الأول، بتفتكر إنه بيهزر لكن تتفاجئ إنه بيتكلم جد. فبتسأله أنت إزاي عايش لوحدك؟ بتصرف على نفسك إزاي؟ بيقول لها إنه بينقل من شغل لشغل لحد ما يدخل جامعة كويسة ويشتغل في شركة محترمة. فبتمدحه وبتقول له إنه يستاهل جايزة عشان بيعتمد على نفسه. جيسو بيتأثر وبيقول لها دي أول مرة حد يقول لي كلام حلو زي ده. وفجأة بتوصل له رسالة استغاثة من بنت من البنات اللي شغالة معاه في الدعارة، فبيستغرب عشان كان قايل لزميله إن النهارده أجازة. فبيقوم بسرعة بعيد عن جيوري يحاول يتصل بزميله، بيلاقي تليفونه مقفول فبيتوتر أكتر. بيسيب جيوري لوحدها ويروح على مكان البنت دي ويتصل بالشرطة ويهدد العميل اللي كان بيعتدي عليها إن الشرطة جاياله. فالراجل بيخاف وبيهرب. بيرجع جيسو على الكافيه تاني، مش بيلاقي جيوري فبيتضايق جدا. تاني يوم بيروح المدرسة بدري وينام في الفصل قبل ما يبدأ الدراسة. جيوري بتدخل وتشوفه نايم، وبالصدفة بتلاحظ في شنطته موبايل تاني غير اللي بيستعمله، فبتستغرب ويبقى عندها فضول تعرف هو بيعمل ايه. فبتاخد التليفون وبتروح الحمام تحاول تفتحه، بتلاقيه عليه باسورد. بترجع ترجعه تاني مكانه وترجع له الفصل وتقترح عليه يتمشوا بره الفصل شوية، فبيوافق. الطلبة بيستغربوا جدا ان جيوري المثالية ماشية مع جيسو اللي دايما قاعد لوحده وهما ماشيين. بتسأله هتعمل ايه بعد المدرسة؟ بيقول لها انه هيروح الأكاديمية اللي بيتعلم فيها. بتسأله بتروح الشغل امتى؟ فبيتردد وبعدين بيقول لها انه بيشتغل بالليل. جيوري كانت قاعدة لوحدها قدامه مستغربة كلامه، وقالت له لو كنت بتشتغل بالليل كان زمانك دلوقتي لسه في الشغل. فجيسو توتر ورد عليها انا بشتغل ساعات قليلة، لكنها كانت شاكة في كلامه وعارفة انه بيكذب. طلعت من شنطتها اعلان نادي القضايا الاجتماعية وقالت له طب انضم معايا للنادي. وهي ماشية قال لها انا موافق. استغلت اللحظة دي بسرعة وقالت له طب افتح تليفونك عشان ابعت لك طلب الانضمام. وهو بيفتح التليفون قدامها، حفظت الباسورد بعينيها. بعدها راحت على مكتب المدرس وفتحت تليفونه بالباسورد، وكانت فرحانة انها عرفت تفتحه، وكان هدفها تعرف بس جيسو بيخبي ايه وبيشتغل ايه بالظبط. جيسو كان في المدرسة فراح على دولابه وهو مبسوط ان جيوري بدأت تتعامل معاه بلطف، بس اول ما بيفتح شنطته مش بيلاقي التليفون فبيتوتر وبيخاف يكون حد عرف الحقيقة. فبيفضل يدور في كل مكان، وبعدين طلع تليفونه التاني عشان يحدد موقع التليفون اللي اتسرق. فشاف بنت معاها
لها التليفون عليه نفس العلامة اللي على تليفونه، فبيحاول ياخده منها، لكن صاحب البنت شافه وافتكر انه بيضايقها فبيمسكه ويخبطه. بعد الخناقة شاف باباه واقف بعيد، فباباه بياخده ويروحوا مطعم يقعدوا فيه. جيسو كان متضايق جدا وقال لابوه ايه اللي جابك؟ باباه قال له جيت اطمن عليك، لكن جيسو كان عارف انه جاي عشان الفلوس. قال له انت مش جيت عشاني، انت جيت عشان تاخد فلوس من امي. فباباه اتكسف وسكت، وبعد لحظة قال له انا عايزك تيجي تعيش معايا، وكلمت المدرس ينقلك مدرسة تانية. فجيسو اتعصب جدا وقال له انا مش عايز اشوفك تاني، وسابه ومشي. بعد شوية موقع التليفون اتغير، راح على المكان الجديد، ولما وصل لقى جيوري قاعدة هناك ماسكة التليفون، كانت بتتفرج على الصور والملفات بتاعته وبتضحك لما فهمت هو بيشتغل ايه. قبل ما تمشي لمحته جاي من بعيد وشافته ماسك تليفونه وبيحدد موقع التليفون اللي معاه، فبسرعة قفلت التليفون ومشي. جيسو شاف ان الموقع اختفى، اتعصب جدا ورجع البيت وهو متعصب خالص. طلع تليفونه القديم واتصل بليه وقال له انه هيوقف الشغل شويه علشان ظروف خاصه. فجاه جاله اتصال على التليفون اللي اتسرق، رد لقى جيوري على الخط. قالت له لو عايز تليفونك انبح زي الكلب. جيسو اتجنن، رفض يعمل كده وقفلت في وشه. طلع التليفون القديم تاني وشاف موقع التليفون وبعت العنوان ليه عشان يروح ياخده، لكن لما وصل لقى جيوري قافله التليفون واختفت، فتعصب اكتر وما كانش عارف يعمل ايه. تاني يوم جيسو ما راحش المدرسه، فضل يجمع كل فلوسه وحاجته في شنطه كبيره عشان يهرب قبل ما كل حاجه تتكشف. جيوري عرفت انه ما جاش المدرسه، فقررت تروح له البيت بنفسها. لما وصلت خبطت على الباب، جيسو فتح وكان متفاجئ جدا، فبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له مش معقول، احنا هنتكلم على الباب. قال لها البيت مش مترتب، بس هي اصرت انها تدخل وقالت له جايه من بعيد وعايزه ارتاح وجايبه كمان مشروب معايا. هو فضل مصمم يرفض يدخلها، فزعلت ولفت عشان تمشي، بس هو ندلها ودخلها البيت. كانت قاعده وسالته انت ما رحتش المدرسه ليه؟ قال لها انه تعبان عشان الشغل، فحست انه تعبان بجد وقالت له ممكن استخدم الحمام، فوصف لها مكانه. وهي جوه الحمام طلعت التليفون اللي سرقته واتصلت بجيسو، وهو شاف الرقم على التليفون فتوتر جدا واستخبى في البلكونه عشان ما تسمعوش، وكلمها بصوته من بعيد. قالت له سيبني وهرجع لك التليفون. قال لها محتاج التليفون ضروري، ده عليه شغل مهم. بس هي طلبت منه تاني انه ينبح زي الكلب، وبعد ما تردد عمل كده في الاخر. قالت له على مكان يتقابلوا فيه بعد نص ساعه، وقفلت المكالمة. جيسو اتضايق جدا وفضل يخبط على باب الحمام يقول لها انه لازم يخرج بسرعة، فنزل بسرعة وركب تاكسي للمكان اللي اتفقوا عليه. وفي نفس اللحظة جيوري خرجت من الحمام وراحت اوضته وفتحت شنطته، لقت فيها ملفات وفلوس كتير جدا. اتفاجئت جدا لما شافت المبلغ الكبير ده، وفضلت تدور اكتر عشان تاخد كل الفلوس. جيوري بتفضل واقفة شوية وهي ماسكة الفلوس وبتفتكر كلامه انه قاعد لوحده وبيصرف على نفسه، فبتحس بالذنب، فبترجع الفلوس تاني في شنطته. وفجأة بتسمع صوت حد داخل البيت، فبتستخبى بسرعة قبل ما حد يشوفها. اللي داخل البيت ابو جيسو جايب له اكل. بيدخل على اوضته، بيبص على شنطته اللي فيها الفلوس. الفضول بياخده ويفتحها، بيلاقي فلوس كتير جدا قدامه. بيتفاجئ بكمية الفلوس، بيلمهم بسرعة في كيس وبياخدهم ويمشي. جيوري كانت شايفة كل ده وبتحاول تلحقه قبل ما يهرب، بس هو بيجري منها وبيخطف عجلة من حد في الشارع وبيهرب بيها. فهو واقف عند إشارة المرور بالصدفة، جيسو بيكون في الناحية التانية من الإشارة. عينه بتقع على الفلوس اللي مع أبوه وبيتصدم، خصوصا لما بيشوف إن اللي سرقه هو أبوه. أبو جيسو بيحس بالإحراج لما بيشوفه، بس بيهرب برضه ويختفي في وسط الناس. جيسو وهو واقف بيشوف جيوري وهي بتجري ورا باباه، بيلاحظ إنها ماسكة تليفونه، فبيفهم إن هي كانت بتبعت التهديدات ليه وسرقت تليفونه. عينيه بتتملي دموع وبيجري عليها وهو متعصب عشان يضربها، بس هي بتوقعها على الأرض، فبيبص لها كده بحزن وعينيه مليانة دموع وبيقول لها خيبتي ظني فيكي، وبيمشي ويسيبها. جيوري بتقف مكانها متلخبطة مش عارفة تعمل إيه، ترجع له تليفونه ولا تبتزه شوية كمان. اليوم اللي بعده في المدرسة جيسو قاعد مكتئب جدا، فلوسه اتسرقت وأسراره كلها اتكشفت قدام جيوري. المتنمر بتاع المدرسة بيقرب له وبيحاول يتخانق معاه، بس جيوري بتتدخل بينهم وتوقفه وتقول للمتنمر ابعد عنه. فبيضحك وبيقول لها هو ايه انتوا على علاقة ولا ايه؟ الفصل كله بيتصدم وجيسو بيبص لها باستغراب، فبترد عليه جيوري قدام الكل ايوه احنا مرتبطين. جيسو بيتفاجئ من كلامها وبيقوم عشان يمشي، بس هي بتوقفه وبتقول له تعالى ورايا لو عايز تليفونك. بتاخده لمكان العاب وتبدا تلعب
بتلعب بيسبول قدامه وهو بيكون متعصب جدا وبيقول لها انه عايز تليفونه، لكنها بتستفزه وبتقول له العب معايا شويه، فبيتعصب اكتر وبيقول لها مش كفايه اللي عملتيه؟ شغلي كله اتبهدل بسببك وفلوسي اتسرقت. تحاول بتبرر له شويه وتقول له ان ممكن يبدا من جديد ويشتغل ويجمع فلوس تاني، بس هو بيصرخ فيها ويقول لها انا كنت هدخل الجامعه قريب، انا مش هلحق اجمع نفس الفلوس دي تاني في وقت قليل. في وسط الكلام ده اصحاب جيوري بيجوا وتبدا تهزر قدامه وتقول له ايه رايك تشغلهم معاك، عضلاتهم هتنفعك في الشغل تكسب فلوس اكتر. بس هو بيرفض وبيقول لها انا مش هدخلكم في شغلي وبيسيبها ويمشي. تاني يوم جيسو بيجهز الصاعق الكهربي بتاعه وبيقرر يروح للمدينه اللي فيها ابوه عشان يرجع فلوسه. بيقابل جيوري في الاسانسير وبتعرض عليه تاني انه يوظف اصحابها عشان يساعدوه، بس هو بيرفض وبتمشي وراه وبتقول له انا هاجي معاك وهساعدك، انا اللي كنت السبب في اللي حصل. جيسو بيطلب منها تليفونه فبتقول له وافق الاول على العرض وبعدين خد تليفونك، بس هو بيرفض تاني وبيسيبها ويمشي وهي بتمشي وراه غصب عنه. بيوصلوا لبيت باباه بيحاول يفتح الباب لكنه ما بيعرفش. جيوري بتشوف شباك ازاز بتكسره وتدخل، بيدخل وراها ويفضلوا يدوروا على الفلوس بس مش بيلاقوا حاجه، فبيقرروا يستنوا باباي لما يجي. وهم قاعدين مستنيين جيوري تساله كام الفلوس اللي اتسرقت، بيقول لها انه جمع 60 مليون وون في سنه ونص وكلهم اتسرقوا بسببها. فبتقول له بغض النظر عن انك ابو قرون انا بعرض عليك تالت مره تشغل اصحابي نرجع الفلوس سوا. فبيستغرب ويسالها بيقول لها مين اللي ابو قرون؟ تقول له مش انت شغال كده يبقى عندك قرون. بيشرح لها طبيعه شغله ان بيحمي البنات اللي بيتعرضوا للاعتداء وبينظم المواعيد بينهم وبين الزباين. هي بتقول له ما فرقتش برضه عندك قرون. بيسالها انت ليه عايزه تشتغلي معايا وانت من عيله غنيه؟ ما بتردش عليه، تفضل تلعب في تليفونها وهو بيسكت وبينام مكانه. تاني يوم الصبح بيصحى يلاقي ابوه جنبه بيحاول يلم حاجته عشان يهرب. قبل ما يجري جيوري بتخبطه في الارض. بابا بيستغرب ويضحك ويقول لها انت مصاحبه الفاشل ده ليه؟ فجيسو بيتعصب وبيطلع الصاعق الكهربي وبيكهربه ويسال عن مكان فلوس. بيقعدوا مع بعض وبابا بيفتح اللاب ويقول له انه حول فلوس كلها عمله رقميه وبيقول لهم انه هيكسب اضعاف الفلوس. فجاه بتظهر رساله على الشاشه ان العمله خسرت 91% من قيمتها. جيوري بتحاول تلحق تبيع الباقي لكن باباها بيشد منها اللاب ويتكسر وكل حاجه راحت. جيسو بيقف وهو متعصب جدا والدموع في عينيه وكان عايز يقتل ابوه لكنه بيطلع يجري ويسيب البيت. جيوري بتنده عليه هتمشي وتسيبه كده؟ بيصرخ فيها هعمل له ايه ده ابويا وبيمشي. في الاتوبيس وهم راجعين جيوري بتحط له تليفونه في شنطته وهو نايم وتنزل قبل ما يصحى. لما بيصحى بيلاقي تليفونه ويرن عليه المدرس من الاكاديميه بيطلب منه مصاريف الشهر بس هو بيقول له انه مش هيجي. المدرس بيقول له خلي ابوك يدفع، امتحانات نص الترم قربت. بيقفل جيسو تليفونه وهو متضايق جدا. فجاه تليفونه التاني بيرن بيلاقي رساله من لي بيقول له هنبدا شغل امتى؟ بس جيسو ما بيردش عليه. الايام بتعدي ولي بيبعت له كل يوم نفس الرساله. في الاخر جيسو بيتصل بيه ويقول له ان هيبدا شغل. لي بيرد عليه مش هبدا غير لما تبعت اجره الشهر اللي فات. جيسو بيقفل المكالمه وهو متضايق. بعدها بيضطر يشتغل في المصانع. جيسو في الوقت ده كان بدا يعرف تفاصيل اكتر عن جيوري وبيعرف انها حاولت تنتحر مرتين قبل كده وفشلت، فبيبص لهم باستغراب ازاي عيله غنيه زي دي وعندهم مشاكل بالطريقه دي. بعدها بيرجع على البيت بيقعد يذاكر ويفتكر كلام مامة جيوري ويبدا يتخيل صوره يوري وهي بتقطع شرايينها قدامه. المشهد ده بيشتته ومش بيعرف يركز وفجاه بيسمع خبط على الباب. لما بيفتح الباب بيتفاجئ بجيوري جايباله شويه حاجات يتسلى بيها وبتقول له انها هتبات عنده النهارده. فهو بيتوتر ومش عارف يتصرف بس في الاخر بيرضى بالامر الواقع ويسيبها تقعد. بيقعدوا شويه يشتغلوا مع بعض ويتابعوا شغل العملاء وبعد كده جيسو بيدخل اوضته ينام وهي بتقعد لوحدها تفكر في حياتها ومشاكلها لحد ما بتنام هي كمان. تاني يوم بتصحى بدري وتمشي قبل ما جيسو يصحى وبتروح المدرسه عادي. جيسو لما بيصحى بيستغرب انها مشيت من غير ما تقول له حاجه لكنه بيجهز نفسه وبيروح المدرسه هو كمان. هناك هما الاثنين بيروحوا اوضه المدرس عشان يكملوا شغلهم على القضايا الاجتماعيه اللي المدرس كلفهم بيها، لكن بيتفاجئوا ان صاحبتهم سو قاعده مع شرطيه بتحقق معاها وبيتبين ان سو كانت شغاله في شبكه الدعاره اللي جيسو كان عاملها لكنها ما كانتش تعرف ان هو رئيس الشبكه دي. فالتوتر بيزيد في الاوضه وجيسو وجيوري بيحاولوا يطلعوا علشان يكملوا شغلهم لكن الشرطيه بترفض وبتقول لهم انها بتحقق مع سو في مواضيع خاصه وهتخرجهم بعدين. هما بيقفوا ورا الباب وبيسمعوا الحوار وبيعرفوا ان الشرطيه شافت سو في فندق وشكت انها شغاله في الدعاره وبتبدا تسالها كانت بتعمل ايه هناك. جيسو بيتذكر اليوم
اليوم اللي كان سايب فيه جيوري في الكافيه وراح ينقذ سو من عامل كان هيعتدي عليها، وبيعرف وقتها انها فعلا شغاله في الشبكه اللي هو عاملها بنفسه. وقتها جيسو بياخد قرار وبيخش الاوضه هو وجيوري وبيحاول يوقف التحقيق باي طريقه عشان الشبكه ما تتفضحش. بيبدا يتكلم مع الشرطيه بالقانون وبيقول لها ان سو مش مجبره ترد على اي سؤال، وان الشرطه ما ينفعش تضغط عليها كده، وفعلا بيقدر يطلع الشرطيه بره. بعدها بياخد سو مع جيوري وبيقعدوا يفكروا في حل سريع يخلصوا منها لانها قاصر ووجودها في الشبكه خطر عليهم قانونيا. بياخدوا سو لمكان بعيد وبياخد منها تليفونها بالعافيه وبيعمل له اعاده ضبط مصنع عشان يمسح كل حاجه وما تقدرش توصل للبرنامج ولا للعملاء التانيين. سو بتتعصب جدا وبتشتمهم وتقول لهم انهم عالم وسخ رغم ان اللي كانت شغاله في الدعاره وبتمشي. تاني يوم وهي في المدرسه الشرطيه بتكلمها تاني عشان تكمل تحقيقها، لكنها بتتعصب عليها وبتقول لها انها مش مجبره ترد. جيسو بيشوف الموقف ده من بعيد وبيلاحظ ان الطالب المتنمر اللي حبيبته كانت بتبص على جيسو واخد باله انه مركز مع سو، فبيتضايق فبيقرر يواجهه لوحده. بياخده في مكان لوحدهم بيضربه وبيقول له انت عندك حبيبه بتبص على حبيبتي ليه، وبيضربه جامد. سو بتدخل وبتزعق لحبيبها انت ليه بتفتري على الضعفاء وبتحاول تهديه، وجيوري بتيجي هي كمان وبتوقف اللي بيحصل. بعد ما بيمشي بتاخد جيوري جيسو عند المدرس عشان تنظف له الجرح وبتقول له انها هتيجي عنده بالليل عشان يشتغلوا مع بعض ويتابعوا الشغل. بعدها سو بتيجي لجيسو متعصبه وبتقول له ان عايزاه في مصلحه بما انه شاطر في القانون، وبتطلب منه يروح معاها لمكان عشان يساعدها تاخد حقها بالقانون. كانت عايزاه يجيب لها مكافأة نهاية خدمتها من الشبكه، لكنها مش بتقول له السبب الحقيقي وما تعرفش اصلا ان هو صاحب الشبكه دي. زعيم العصابه اللي كان عنده محل كاريوكي وشغال في شبكه دعاره سريه بيكتشف خيانه مراته مع واحد من العملاء، وبيعرف ان مراته مرتبطه بالشبكه بتاعت جيسو، لكنه مش فاهم الموضوع كله، فبيفكر ان جيسو مجرد وسيط او سمسار بنات وبيتصل بيهم على اساس انه عميل عادي. وفي نفس الوقت سو كانت عايزه تاخد حقها من الراجل ده. لما بيشوف زعيم العصابه صوره جيسو بينصدم، بيبقى عايز يقابله عشان يحط عليه وياخد حقه، وبينصدم جيسو لما يعرف ان الناس دي مستنيينه وبيضطر يسيبهم ويمشي. وسو بتتعصب جدا وبتاخد ليه ويمشي وراه. جيسو بيلاقي نفسه متحاصر من عصابة الراجل ده، فبيقول للبنات يبعدوا عن المكان وبيروح لمكان فاضي عشان يواجه العصابة لوحده. جيوري وسو بيروحوا وراهم، لكن لما بيشوف عدد الرجالة بيخافوا ويستخبوا. المعركة بتبدأ وجيسو بيحاول يغلبهم واحد واحد، لكنه في الآخر بيتضرب بسكينة في ظهره من زعيم العصابة وبيحاول يهرب وهو مصاب. سو بتحاول تساعده انه يهرب وجيوري كمان بتحاول تساعده، لكن العصابة بتتلم عليه تاني. وفي وسط الخناقة التليفون بتاع جيسو اللي فيه كل اسرار الشبكة بيقع. زعيم العصابة بياخد باله ان جيسو بيحاول يوصل لتليفونه. جيسو هو بيحاول ياخد تليفونه من على الارض زعيم العصابة بيشك فيه وبيجي دايس على ايده قبل ما يقدر يوصله. في اللحظة دي جيسو كان لسه باعت رسالة لشبكة الدعارة اللي مراته مشتركة فيها، ولما زعيم العصابة بيشوف الرسالة بتوصل لمين بيتفاجئ انها وصلت لجيسو نفسه. ومن هنا بيبدأ يركب الصورة في دماغه ويفتكر ان مراته بتخونه مع جيسو، فبيتجنن وبيمسكه وبيجره معاه للمكان السري اللي عنده علشان يقطعه. قبل ما يمد ايده عليه مراته بتدخل عليهم فجأة وبتزعق انا مش قايله لك ما تعملش دوشه هنا، فبيقول لها كله بسببك عشان بتخونيني. مراته بتبص على جيسو وبتسأله مين ده، وبعدها بتسيبهم وتمشي. زعيم العصابة بيقف مصدوم وبيبدأ يفهم ان جيسو ملوش علاقة بمراته، فبيفك ايديه وبيقعد معاه وبيقول له ازاي الرسالة دي جات لك. فجيسو بيضطر يفهمه ان هو مجرد وسيط بيشتغل على برنامج بيأمن البنات اللي في المجال ده ويوصلهم بالعملاء، لكن مش صاحب الشغل. زعيم العصابة مش بيقتنع وبيقول له يعني انت مش رئيس الشبكة؟ فجيسو بيكذب وبيقول له لا. الزعيم بيطمع وبيقول له عايز اقابل رئيسك، عايزين نكبر الشغل سوا، وبيطلب منه يتصل برئيسه. وجيسو بيقف محتار مش عارف يتصل بمين اصلا لانه هو نفسه رئيس الشبكة. ساعتها بيفتكر ان جيوري كانت قايله له انها هتروح بيته تستناه، فبيتصل على تليفونه التاني على امل انها ترد. لما بترد جيسو بيتكلم في الاول بطريقه معينه عشان تفهم انه مخطوف، وهي بتلقط بسرعه وبتستخدم برنامج تغيير الصوت وبتتكلم بصوت راجل وبتبدا تمثل دور رئيس الشبكه. وبيقعدوا يمثلوا على العصابه انهم شركاء في الشغل وعايزين يكبروه، وبتشترط عليهم يسيبوا جيسو الاول، والزعيم بيوافق وبيسيبه. تاني يوم جيسو بيقابل جيوري في غرفه المدرس وبيقول لها لازم
نوقف الشغل ده، الوضع خرج عن السيطرة، ده احنا ممكن نروح في داهية. بس هي بتعترض وبتقوله إنها هتكمل وإنها هتشتغل مع العصابة دي وبتسيبه وتمشي. بنرجع سنة لورا وبنشوف ليه جيسو بدأ في السكة دي أصلا. بنكتشف إنه زمان كان مشرد وبيتعرض للسرقة من شوية متنمرين، ومن هنا جيسو قرر يدخل المجال ده ويعمل الشبكة دي عشان يحمي البنات اللي كانوا بيتعرضوا للاعتداءات. بنرجع للوقت الحاضر، زعيم العصابة بيجهز هدية فيها فلوس كتير لكنه مخبي فيها جهاز تتبع عشان يوصل لرئيس الشركة. بيطلب من رجالة يجهزوا تليفون جديد عشان لو جيسو فاق يقدروا يتواصلوا معاه ويعرفوا مكانه. بعد كده بيروح المستشفى وبيحاول يحط التليفون جنب جيسو وهو نايم. فجأة بيسمع صوت من الحمام فبيضطر يشيل التليفون تاني بسرعة، وبيلاقي صوفا قدامه بتسأله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انه كان جاي يطمن على جيسو، وبيخرجوا يقعدوا مع بعض. صوفا بتقول له انها بتفكر تبلغ الشرطة بالحكاية كلها. جيسو بيتوتر وبيبدأ يخوفها لو عملتي كده فهنضيع كلنا، جيسو ممكن يتسجن بسببك، ويفضل يضغط عليها بالكلام لحد ما توافق وفي الاخر بتسكت. بعدها العصابة بتخطف جيسو تاني وبيكون معاهم الهدية اللي فيها جهاز تتبع. زعيم العصابة بيطلب من جيسو يوصل الهدية لرئيسه. جيسو بيخرج من عندهم محطم بيعيط وهو حاسس انه خلاص مستقبله كله راح. في اللحظة دي بتشوفه جيوري وبتقرب منه وتسأله مالك، فبيقول لها ان مستقبله كله ضاع بسببها وسبب قراراتها الغلط، وبيديها الهدية وبيمشي. جيوري بتفتح الهدية وبتتفاجئ انها مليانة فلوس، بتقفلها بسرعة وبتاخد تاكسي وتروح بيه المدرسة. هناك بتدخل اوضة المدرس وبتخبي الفلوس وسط الفلوس القديمة اللي كانوا مجمعينها. بعدها بيبدأ ضميرها يوجعها لانها عارفة ان زعيم العصابة استغل جيسو وضغط عليه انه يسيب المدرسة ويكمل شغل معاه. فبتتصل بالزعيم وتغير صوتها بالبرنامج تاني وبتقول له انها هتلغي الصفقة دي ومش هتكمل معاه، وكمان بتهدده وبتقول له يسيب جيسو في حاله. زعيم العصابة بيتريق عليها انت ممثلة شاطرة قوي، وبيفاجئها انه عارف انها بنت. بتبص وراها وبتتفاجئ بشخص بيخدرها وبيخطفها من قدام المدرسة وبيركبها العربية. زعيم العصابة كان معتبر اللي حصل ده اهانة وانهم شوية عيال صغيرين بيضحكوا عليه. بعدها بيتصل بجيسو من تليفون جيوري وبيقول له انت فاكرني بلعب؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ وجيسو بيتصدم لما يعرف ان جيوري اتخطفت وبيتجنن من الغضب. جيسو بيسأل رئيس العصابة بيقول له انت عملت فيها ايه؟ فزعيم العصابة بيرد عليه ان جيوري كويسة، لو عايز تشوفها تعالى. جيسو بيطلب يسمع صوت جيوري الاول ويطمن عليها، فمراته بتاخد التليفون وتصورها له وهي فاقدة الوعي وتبعت له الصورة. لما بيطمن بيقول لهم على مكانه عشان ييجوا ياخدوه. فعلا بيجي مساعد العصابة ويضرب جيسو جامد لحد ما يفقد وعيه ويرميه في شنطة العربية وبيمشي. زعيم العصابة بيقول لمراته انه ممكن يبيع جيوري لأي دولة ويستفيد منها بدل ما يقتلها. مراته بتبص له لكنها سمعت حاجة، بيتعصب عليها ويشتمها ويقول لها كل ده بسببك يا شمال. فبترد عليه شمال، وبتعصب اكتر لدرجة انه بيكسر السيجارة بايده. بعد شوية جيوري بتفوق وهي مربوطة وتستنى اي فرصة عشان تدافع عن نفسها بالسكينة اللي معاها. فزعيم العصابة بيفتح باب العربية فبتضربه في دراعه بالسكينة. بتيجي مراته وتمسكها وتهدد زعيم العصابة انها هتقتلها لو قرب. في نفس الوقت المساعد بيفتح شنطة العربية عشان ياخد جيسو، بس جيسو بيستخدم جهاز الصعق الكهربائي ويكهربه وياخد عربيته. جيسو بيروح ويخبط بالعربية بتاعته على العربية اللي فيها جيوري عشان ينقذها. فمرات الزعيم العصابة بتسيب جيوري وتركب مع جيسو ويهربوا عشان يمحوا اثارهم. بيحرقوا العربية ويروحوا يباتوا في فندق. لما جيسو بيفوق بيقرر ينتقم من اللي طعنه قبل كده. بيروح على محل الكاريوكي بتاع العصابة، وفي نفس الوقت جيوري بتروح نفس المكان وهي لابسة ماسك عشان تنتقم هي كمان. جيوري بتبعت رسالة لحبيب سو على اساس انها رئيسة شبكة الدعارة وتقول له يجي على المكان ده. حبيب سو بيلم اصحابه ويهجموا على المكان وتحصل مجزرة. زعيم العصابة بيمسك جيوري ويهددها لكن جيسو بيتدخل وفي لحظة بيتحط عليه هو كمان. فجأة بيظهر ليه اللي محدش قادر يموته، بيهجم عليهم وينقذ جيسو. زعيم العصابة بيشوفه ويخاف يقول له انت ما بتموتش ولا ايه، وبيجري ويطلع في المبنى. ليه بيطلع وراه بس زعيم العصابة بيغفله وبيضربه بماسورة وسكينة، بس برضه ليه ما بيموتش. في الاخر ليه بيفضل يضرب فيه لحد ما يقتله. الشرطة بتعرف بالمجزرة وتيجي وتطلع فوق المبنى، بتلاقي ليه وزعيم العصابة الاتنين ميتين. جيسو بياخد جيوري ويمشوا. في البيت جيوري بتقول له هنعمل ايه في الشغل، هنلاقي حد زي ليه منين؟ فبيزعق فيها ويقول لها انت عايزه تفضلي شمال طول عمرك؟ بترد عليه انها كانت عايزه توسع الشغل مش اكتر. بيتعصب اكتر ويقول لها ارجعي لعيشتك النظيفه عند اهلك، بس هي بتقول له انها بتكرههم. بيديها تليفون الشغل ويقول لها اعملي اللي انت عايزاه، فبتسيبه وتمشي. بتروح جيوري للشرطه وتقعد مع المحقق
المحققة وتعرف هناك إن ليه مات بتنهار من العياط وكأن ليه الشخص الوحيد اللي كان خايف عليها. ترجع جيوري بيت أهلها وتبتزهم عشان تعرف عنهم فضايح كتير، تطلب منهم فلوس مقابل سكوتها. بيخافوا جدا ويدوها اللي عايزاه. بعدين بتقابل جيسو وتوري له تذكرة سفر على تليفونها وتقول له إنها عايز تبدأ حياة جديدة وتقترح عليه يسافر معاها. بيضحك بسخرية فبتقول له للدرجة دي بتكرهني؟ على العموم سايبالك هدية في أوضة المدرس، وكانت تقصد فلوس العصابة. تاني يوم الشرطة بتروح المدرسة عشان تحقق، لكن قبل ما تنزل المحققة تليفون زعيم العصابة بيرن عليه إشعار بمكان جهاز تطبع في المدرسة. بتمسك التليفون تطبع الإشارة لحد ما بتوصل لأوضة المدرس وتلاقي الفلوس مستخبية في الكنبة. في نفس الوقت جيسو هناك وبيتكلم مع المدرس، وبعدها بيكتشف إن الفلوس اتسرقت. بيخاف جدا وبيقرر يهرب، فالمحققة بتطلب تقابله، ولما بيقابلها بينهار ويعترف إن هو صاحب البرنامج اللي بيتاجر في البنات. فالمحققة بتتفاجئ وبتسيبه وتمشي، لكنه بيفضل وراها ويعتذر ويقول لها إنه خايف على جيوري، لكن جيوري كانت مسجلة اعترافه كله، ولما بيشوف التسجيل بيترجاها تمسحه وهو يسلم نفسه، لكنها بترفض. بيتخانقوا على التليفون، ولما يشدوا التليفون من بعض بتقع صوفي على دماغها من فوق السلم وتموت. جيسو بيخاف جدا وبياخد تليفونها ويهرب ويتصل بجيوري ويقول لها انا موافق اسافر معاكي، ويروح البيت يجهز نفسه. في نفس الوقت حبيب جيوري بيروح محل الكاريوكي عشان يعرف مين رئيس الشبكة. بيقابل مرات الزعيم هناك وبتقول له ان جيسو هو اللي ورا كل حاجة. بيتصدم ويجري على بيت جيسو، وفعلا بيلاقي شنطة فيها دليل ان جيسو هو رئيس الشبكة. بيتصل بصوفي لكنه بيسمع رنة تليفونها في البيت ويلاقيه واقع وعليه دم. بيتصدم ويسأل جيسو انت عملت فيها ايه، وجيسو بيضربه على دماغه وبيحاول يهرب، لكن حبيبها بيمسكه ويطعن جيسو بمقص اكتر من مرة. بتيجي جيوري في اللحظة دي تضربه على دماغه عشان تنقذ جيسو وبتاخده وبتهرب. في نفس الوقت الشرطة بتكون عرفت مكانهم من المدرس. الشرطة بتوصل لبيت جيسو وتلاقيه متدمر وفيه دم في كل حتة. بتفضل تتبع آثار الدم لكنها ما بتلاقيش حد. في الآخر بنفهم إن جيسو وجيوري هربوا سافروا نيويورك. المسلسل ده كتبته سهيلة محمد وسجلته سهيلة محمد برضو، ومنتجه إبراهيم توكل. ما تنسوش بقى تتابعونا على قناة باكو أفلام وتعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. أنيو.